الآن رجاء نستمع إلى صديقنا هوشينك أوسي من سوريا، كردي سوري يكتب باللغة العربية ويكتب أيضا بالكردية، يعني سيقدم تجربته الروائية وسيقرأ أيضا، يختار قصيدتين من شعره الجميل. لا، القصائد نتركها غدا. سيحكي إذن عن تجربته الروائية. نسمع إليك. شكرا. مساء الخير لكم جميعا. أنا مسرور لأنني الآن هنا بينكم، أحاول أن أقدم لكم جانب من تجربتي الأدبية وهي التجربة الروائية. أنا سوري وهويتي مركبة، هويتي تشبه هوية منطقة الشرق الأوسط التي هي مزيج من الثقافات والحضارات، ودائما الهويات المركبة هويات مرنة تحتوي أو تستوعب، بينما الهويات النقية الصلبة تكون أحيانا يعني تمتلك ذهنية الهيمنة. في الأدب حاولت قدر المستطاع أن أكون شبيها بهويتي، يعني في عملي الأخير الذي صدر العام الماضي، مبني للمجهول، هذا العمل متعدد الأمكنة. لبنان موجود، سوريا موجودة، بلجيكا موجودة، تركيا موجودة. فالسياحة الأدبية في هذه الرواية في الوقت عينه سياحة بين الثقافات، بين الأفكار، بين الشخصيات. هذا التنوع موجود وهو استراتيجية بالنسبة لي في الكتابة الأدبية. في رواياتي سواء كانت من الرواية الأولى وطأة اليقين التي فازت بجائزة كتارا للرواية العربية في 2017، وحتى آخر عمل لي، استراتيجيتي في الكتابة هي التعددية الثقافية، هي ما هذه التعددية التي تشبهنا نحن، يعني البشر المتنوعون. الآن نحن في عاصمة الأنوار في باريس، وسوريون وتوانسة وسودانيين ومغاربة وضمن والجزائريين والكثير من الأماكن والأوطان والهويات والأمزجة والخيالات. هذا التنوع حاولت أن أعبر عن ذلك في روايتي الأولى وفي روايتي الأخيرة. مثلا في هذه الرواية، وأعتقد أنه هذا يعتبر سبق، ستجدون اللغة السريانية إلى جانب اللغة الكردية موظفة ضمن السرد الروائي، يعني ليس اللغة كاللغة، لكن عين القارئ المغاربي ربما سمع بها اللغة السريانية أو اللغة الكردية لكنه لم يراها رؤية العين. في هذا النص ستجدون هذه اللغة موجودة، ويا ليت كتاب المغرب ينحون هذا المنحى. لا أعلم، ربما يكون هذا الأمر موجودا. تطعيم اللغة العربية، لغة السرد العربي باللغة الأمازيغية، تطعيم اللغة أو الأدب السوداني باللغات المحلية. هذا يحيي ويوظف ويقدم ويكون أكثر حقيقي، نص حقيقي، نص يعبر عن الواقع. موجودة حتى في الرواية التونسية والجزائرية الدارجة، يعني أغلب كلمات الدارجة من اللغات، يعني من اللغة البربرية واللغات القديمة، موجود هذا الدمج. وهناك من يكتب أيضا باللهجة المحلية أيضا. ممتاز. لكن لا أعلم، كل المجتمعات الغنية هي المجتمعات التي تحترم تنوعها، تحترم هذه المكونات، لا تحاول أن تخضعها لعملية صهر
أو عملية إلغاء أو عملية إنكار. الأدب وظيفته في تقديري وظني هو التعبير الحقيقي عن الواقع الاجتماعي، عن حياة البشر، عن قصص الحب بين أشخاص مختلفين في الأديان، مختلفين في الثقافات. في هذه الرواية مبني للمجهول قصص حب ما بين فتاة درزية وشاب مسلم، والحب ينتصر. الحب ينتصر على المرجعية الدينية، الحب ينتصر في كنيسة داخل عقد القران يتم داخل كنيسة في لبنان. الدروز مسلمون أيضا. نعم مسلمون لكن مختلفون. مسلمون. التنوع الموجود في هذا العمل يعني انحاز الى الجانب الانساني، الى تلك النقاط التي تتجاوز الاختلافات والحدود القوميه، الحدود الدينيه، الجانب كفه النزوع الانساني هي التي ترجح. انا وظيفتي في الكتابه الروائيه، واجد انه هذا واجب اخلاقي وواجب ثقافي، أن أركز على هذا المنحى الإنساني الذي يجمع البشر. السياسة تفسد، العصبيات القومية تفسد، العصبيات الدينية تفسد، لكن الأدب بإمكانه أن يجمع الكل ضمن هذه الفضاءات. هوشنكوسي في المقال السياسي مختلف، رأيه واضح، مواقفه واضحة صريحة، ينحاز للضعفاء، للمظلومين، للمقموعين، بصرف النظر عن قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم وانتماءاتهم العرقية والطائفية. في الأدب أيضا أنحاز إلى المظلومين، وأحاول أن أشتغل في تلك المناطق التي تعتبر عمياء في التاريخ الإسلامي. مثلا في رواية الأفغاني سماوات قلقة عدت إلى التاريخ الإسلامي، إلى معركة النهروان. لم يتناول أحد معركة النهروان، حتى أنا سألت يعني أدباء عمان هل جرى هنالك معالجة لمعركة النهروان وتفاصيل معركة النهروان سواء عبر الواقع التاريخي أو المتخيل التاريخي؟ قالوا لي لا، عدت إلى تلك المعركة وغرست فيها شخصية متخيلة لكي تعيد لنا قراءة مغايرة لهذه الواقعة، لهذه المعركة، مختلفة عن السردية المتداولة عن معركة النهروان. هذا على الصعيد يعني مسألة التشكيك في التاريخ الرسمي الذي وصلنا. التاريخ الرسمي للسودان هل هو تاريخ حقيقي؟ التاريخ الرسمي لسوريا هل هو بالفعل تاريخ حقيقي؟ التاريخ الرسمي الذي صدر إلينا تحت وصاية السلطة، سواء كانت هذه السلطة أموية أو عباسية أو فاطمية أو عثمانية أو بعثية أو ناصر أو أي سلطة، يعني التاريخ المسيس المصدر إلى الأجيال. أحاول ضمن السرد الروائي أن أطرح أسئلة تشكك، تخلخل في هذه السرديات التي صدرت إلينا وأصبحت دوغما، أصبحت أشياء مسلمة، المساس فيها أو الاقتراب منها أو إثارة أسئلة النقد شيء من المحرمات. هذه المحرمات لن تجدوا لها هنا. ثالوث المحرمات في النص الروائي الذي أكتبه: السياسة، الدين، الجنس، هذا لن تجده هنا، لكن ضمن توظيف روائي. أنا اجتهدت، أنا حاولت، والحياة سفر لا ينتهي من الأسئلة والمحاولات. أخفق في منطقة ربما أكون أنجح، لكن مهمتي في هذه الحياة إن كان للكاتب مهمة هو إثارة الأسئلة أكثر من
إعطاء الأجوبة، ترك الأجوبة للناس ضمن النص الروائي. أنا ليست وظيفتي يعني الإجابة على الأسئلة الكبرى أو كل الأسئلة، لكن من حقي أن أضيف إلى هذه الأسئلة المزيد من الأسئلة الأخرى. أكتب بلغتين وأفتخر بهما، أعتبر اللغة العربية لغتي الأم الثانية، بالإضافة إلى اللغة الكردية، وهي لغة جميلة جدا ورائعة وفيها طاقة أدبية مهولة، لكنها غير مكتشفة في العالم العربي، غير مكتشفة وغير يعني وهي مغيبة أيضا، يعني لا تعاني ما تعانيه اللغة التركية. اللغة التركية مسموح بها، اللغة الفارسية مسموح بها، الفرنسية، الإنجليزية، كل اللغات، لكن اللغة الكردية لأسباب ما، أسباب سياسية معروفة، كانت مقموعة وممنوعة. ما تجدونه في الواقع مقموعا أمنح نفسي تلك الفرصة لكي أعبر عن كل ما هو مقموع داخل النص الروائي. شكرا لك على هذه المقدمة الوافية. شكرا. إذا كان هناك أسئلة. أنا عندي تعقيب على هالسؤال. لابد منه من أجل التصويت. اللي سميته السرد الرسمي يمتلك الكثير من الجوانب الحقيقية، ولكن طبعا في خلل معين، ولكن هذا الخلل معالج من خلال الكتب الكثيرة للمؤرخين ومعروفين. يعني ما بيقدر واحد يقول بمعركة مثلا عمورية انتصر فلان وما انتصر فلان، لا، ممكن ببعض التفاصيل يكون في سرديات معينة. أنت تساءلت عن سبب اللغة الكردية بالمنطقة العربية، وهي ليست يعني مهمشة بالمنطقة العربية، وهذا المؤسف لأنه أنه ما بتحكي إنها مهمشة مثلا في تركيا ولا مهمشة في إيران. دائما التركيز من الأخوة الأكراد على الجانب العربي فقط، مع أنه أول بلد أعطى بموجب اتفاق بين الحكومة العراقية والأخوة الأكراد في شمال العراق، أول دولة أعطت الحقوق اللغوية والإصدار والتعليم وكذا هو العراق، بينما في دول أخرى لم يكن مسموح ولا يزال غير مسموح، لا في تركيا ولا في إيران، بغض النظر عن الجانب العددي، عدد الأكراد في تركيا وعدد الأكراد في إيران وعدد الأكراد في سوريا وعدد الأكراد في العراق. المسألة الثانية، اللغة الوطنية هي اللغة التي تكون سائدة في الدولة. يعني هون نحن بفرنسا ما بيصير الواحد يكتب بلغة الباسك أو بلغة البروتون أو بلغة الكورس. فرنسية. في لغة فرنسية وحدة هي بتجمع جميع الجغرافيا الفرنسية وجميع الشعب الفرنسي، وهذا من يعني أصول ومن عواميد الهوية الوطنية أن تكون هناك وحدة اللغة ووحدة التاريخ. طبعا للأخوة الأكراد دور عبر التاريخ مشرف في الدفاع عن الإسلام وعن القضايا المتعلقة بها. النقطة الأخيرة، أنا أدبيا ما شفت يعني أعمال أدبية تتناول الإسقاط أو المنظور الطائفي والمذهبي. أنا شخصيا ما قريت عن هيك روايات معينة، ولكن لا نستطيع أن نقول أن الدروز مش إسلام، لا هي إسلام، فرقة إسلامية، هي إسلام. هلا عندهم طقوس معينة مثل ما عند السنة طقوس معينة، مثل ما عند الشيعة طقوس معينة، مثل ما عند الزيديين طقوس معينة، ولكن هم بيقولوا عن نفسهم أنهم مسلمين. وآخر مرصات الأحداث بسويداء وليد جبلاط حكي بشكل واضح جدا انه علينا ان نتمسك بهويتنا الاسلاميه
يعني انا حاضر جنازات عند الاخوه الدروز، صلاه الميت هي نفسها اللي بنعملها نحن. اختلف في يعني اجتهادات طقوس. معينه فقط. اسمح لي اعلق. شكرا. اولا انا اسمي كان ممنوع تسجيله في السجلات الرسميه في سوريا. اسم هوشنج ممنوع تسجيل الاسماء الكرديه في سوريا. في ظل نظام البعث اسمي كان ممنوع. اللغه الكرديه كانت ممنوعه، الكتاب الكردي كان ممنوع. هنا في فرنسا صحيح اللغه الاساسيه اللغه الفرنسيه، لكن المعهد العالم العربي منذ عقود موجود هناك. لا يوجد هنالك معهد لتعليم الادب الكردي في دمشق، لا في الخمسينات ولا في الستينات ولا في السبعينات ولا في الثمانينات. حتى في بغداد التي أقرت الحكم الذاتي لم يكن هنالك معهد لتدريس اللغة الكردية في بغداد. حتى الآن في إيران أيضا، في إيران، وهذا يعني في إيران تعترف بوجود الأكراد كجزء من الفرس، لكن لا يدرس الأدب الكردي في الجامعات الإيرانية كما يدرس الأدب العربي. هذه تفاصيل واقعية. أنا لا أختلق أحداث، أنا ابن بيئة، ابن هوية تعرضت للمنع، لغة وثقافة واسم وجنسية وكل هذه التفاصيل. فالخوض فيها يطول، الحديث يطول، والحديث ذو سجون قد لا يرضي الكثر، يعني أنه ما أقوله لا يلقى تلك الاستساغة لدى البعض، وهذا شأنهم، لكن أنا لا أتكلم كلاما دون سند ودون برهان واقعي. نقطة أخرى، أنا أنحاز إلى الجانب الإنساني، لكن انحيازي للجانب الإنساني في الأدب لا يعني أن أتعامى عن مظلوميات وعن حقوق وعن هويات مقموعة ومظلومة في العالم العربي. لم تستحق الإنصاف الإسلامي حتى. لم تعامل كإنصاف إسلامي. مثلا الجمهورية الإسلامية في إيران هل تعاملت مع العرب السنة أو مع الكرد أو مع بقية بإنصاف يمليه الإسلام؟ أنا فيما يتعلق بإيران في تركيا مثلا، أنا موقفي لأنه الموضوع مش سياسي، وحضرتك يبدو مش مطلع على مقالاتي وموقفي من تركيا ومن قمع تركيا للهوية واللغة الكردية، فأنا أنتقد، وضمن هذا النص أيضا موجود، يعني ضمن النصوص الروائية النقد. أنا لا أنحاز للأكراد كأكراد، أنا أنحاز للأكراد كمظلومين. أنا ذهبت إلى معركة النهروان لكي أنحاز لضحايا معركة النهروان بأثر رجعي كمظلومين، مش يعني كمسألة طائفية أو مسألة دينية أو مسألة كذا. من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وهذا حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الاجتهاد في الأدب وارد جدا، والأدب يمنحني هذا التفويض والترخيص أن نجتهد وأن نطرح أسئلة تحاول أن تشكك في هذه المسلمات المصدرة إلينا، أنه كل شيء موجود وعال العال وهنالك انتقائية وهنالك لا يوجد هنالك انتقائية في تقديري وظني. شكرا. بس ملاحظة صغيرة، لأن العامل الوقت هو النقاش هذا يحتاج وقت، بس هناك في خلط. معهد العالم العربي هو اتفاق بين فرنسا والدول العربية لا علاقة له بموضوع الهوية والانتماء، وموضوع الحكم الذاتي في العراق مخصص حسب الاتفاق لمناطق الوجود الكردي في شمال العراق، ولا ليس لبغداد علاقة به. المسألة الوحيدة اللي ما بعرفها ما بقدر ناقشك فيها، انه بتقول لي اسمك كان ممنوع بسوريا تسمي اسمك الهوية، اي ما بقدر اقول لك صحيح ولا لا، لاني ما بعرف. على كل حال شكرا جزيلا على الحضور. بنفتح المجال لان في عندنا ندوة مطولة هلا بعد قليل، فاهلا وسهلا فيك،
ونحن نعتز بكل يعني الهوية الجامعة في جميع الدول العربية، وبغض النظر عن بعض أحيانا الإصرار على حذف كلمة العربية من اسم الجمهورية العربية السورية. لا، هي كان اسمها سوريا، عندما تأسست كان اسمها سوريا. كان اسمها الجمهورية العربية السورية. لا كان اسمها لا أنا سوري وأنا بعرف. أنا أستاذ تاريخ. أول استقلال كان اسمها الجمهورية العربية السورية. يعني هل معقول نقول إن فرنسا سمي حالك الجمهورية الفرنسية الكورسيكية؟ أنا سأجيب لك دستور السوري ونصوص الدستور السوري التي تقول. أنا ما بسمح كمان بنفس الوقت وقت بينحكى بالقضية. أنا ضيفك هون، أنا ضيفك هون، احترم ضيفك. العربية تملي عليك إنه تحترم ضيفك. أنا ضيفك. أنا بحترم ضيفي وهو بيحترم الأغلبية الموجودة في البلد. أنت قلبت الموضوع موضوع سياسي وهذا مرفوض. لا أنت اللي قلبت، أنت بلشت بالسياسة. أنت مرفوض، هذا كلام مرفوض، هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول. وأنا أنسحب من هذه الندوة. أنا أنسحب من هذه الندوة. لا أستاذ علي، لا أستاذ. أنا أنسحب من هذه الندوة ولا يشرفني. أنا لا يشرفني ولا نحن بشرفنا. لا هذه العنصرية البشعة. أنت عنصري، أنت واحد بعثي، أنت واحد فاشي عايش هون في فرنسا وتتعامل معي بفاشية. لا تتعامل معي بفاشية. تتعامل معي بفاشية، تعيش في فرنسا وتتعامل معي بفاشية وبعنصرية. لا هذا مش بيت أبوك، أنا في البيت المصري. خلاص عيب هذا الكلام، عيب هذا الأسلوب. ما راح أطلع لبرا، أمثالك بيطلعوا لبرا، أمثالك بيطلعوا لبرا، الفاشيست بيطلعوا لبرا، العنصريين بيطلعوا لبرا. سيدي أنت تقعد. لا لما تنسحب معلش. عيب هذا الكلام، عيب. دحين ما كيف دحين كلام مشين جدا. تعال قدم صديقنا السوداني يا رجل. لا الناس يقولون أبقى أغادر. أنا أتيت كرمال هؤلاء الناس. أنا أتيت مشان هؤلاء الناس من المبدعين. ممكن